حماد تعالى استلم لي الاوردر اللي تحت بسرعه. دي بابا. ايوه تسلم ايدك يا محمد. خمن بقى، حذر فزر. هات حاجه كده نفتح بيها. حذر فزر. ايه دي؟ لا مش عارف. شايف الجو اللي احنا فيه ده؟ عايز دي. خد طلع لي دي. بقول لك ايه يا محمد، انا عايزاك تساعدني في تركيب البتاعه دي لاني مش هعرف اركبها. ممكن؟ تسلم عينيك. تعالوا اكلمكم بقى عن المروحه دي وانا بركب فيها كده. المروحه دي ستاند 18 بوصه، فيها خاصيه التحكم في الدوران والارتفاع، يعني تقدري تطوليها وتقصريها وتقدري تخليها تلف او تثبتيها. يعني هاديه جدا، ملهاش اي صوت، بتعمل بهدوء تام، يعني طول ما هي شغاله ما تحسيش بيها. فيها 3 ريش وفيها كمان 3 سرعات. مروحة هافي دي من الأجهزة الموفرة لاستهلاك الطاقة. يعني في أجهزة أكيد كلنا عارفين إن في أجهزة ما بتسحبش كهرباء كتير، وفي أجهزة غولة كده في سحب الكهرباء. المروحة دي من الحاجات اللي استهلاك الكهرباء بتاعها قليل. الموتور بتاعها نحاس بيور، والعمود بتاعها ستانلس. الشبك بتاعها محمل وفي كليبسات، يعني زي ما هتشوفوها دلوقتي كمان هشرحها لكم وانا بقفلها لكم. فيها كليبسات من كل الجناب. الكليبسات دي بتخليها ثابته جدا، يعني دي اللي بتخليها مش عامله صوت اصلا. يعني الهواء بتاعها قوي جدا. بصوا دي طريقه تركيبها. بنخلع القطعتين اللي موجودين دول الاول، وبنركب الشبكه كده زي ما انتم شايفين. بصوا في جزئين بيبقوا بارزين، بنخليهم يدخلوا في قلب الجزئين اللي هم شكلهم رفيع شويه كده طويل، ونرجع نركب بقى القطعه دي اهي، قطعه كده قلاووز عشان نثبت بيها الظهر بتاع الشبكه. يعني الشبكه عباره عن جزئين، ظهر ووش، وده الظهر اهو بنثبته. القطعه دي بقى مش هنركبها لما نحط المروحه. المروحه هي عباره عن 3 ريش، فيها جزء كده بصوا من جوه زي ما يكون محفور بالعرض، بنعشقه بقى في الجزء اللي عامل زي المسمار ده. دي حته مهمه جدا على فكره، ما ينفعش نركبها من غير ما يكون اتعشق في قلب المسمار اللي انا بشاور لكم عليه ده اهو. بصوا طالع من الجنبين، بنعشقه في قلب الجزء ده اللي بارز ده. على فكره تركيب المروحه من الحاجات المهمه جدا اللي بتخليها ثابته وهي بتشتغل، بتخليها بتعملش دوشه وصوت ويعني ازعاج. لو ركبناها كويس وركبناها صح بتبقى ممتازه. بس كده ثبتنا بقى المروحه. هنركب الوش بتاع الشبكه. الوش ده كمان ليه كليبسات اهو بصوا من كل الجناب. معنى ان احنا نثبت كل الكليبسات دي حلو، ان هي كده مش هتعمل دوشه ولا اهتزازات ولا اي حاجه. هي 220 فولت والتردد بتاعها 50 ل 60 هرتز، وبيجي معاها ضمان مختوم من شركة هافي زي ما انتم شايفين كده. أطول فترة ضمان وصيانة وقطع غيار، يعني حاطين تليفوناتهم وبيهتموا جدا بالتواصل مع العملاء. تعالوا بقى جربوا الهواء بتاعها واسمعوا صوتها. دي كده أول سرعة. سامعين صوتها؟ صوتها هادي جدا. بصوا دي تاني سرعة. فيها كل المميزات بصراحة، ثابتة قوي، صوتها هادي، هواها حلو قوي. دي أعلى سرعة. الهواء بتاعها شديد قوي. بصوا بصوا بتطير مصلية لدرجة ايه. بصوا بصوا شايفين بتطير المصلية لدرجة ايه. بصوا هوا المروحة واصل لغاية هنا شديد جدا، وبيحرك المصلية على الرغم انها تقيلة. بصوا تحفة. واحلى حاجة انها ما بتعملش صداع بقى، والواحد قاعد كده مش مصدع منها. فاهمين؟